عليك هتموتني. تناول فيلم الهروب كتير من الممارسات الغلط اللي بيعيشها الواقع المصري والعربي بشكل عام. فالفيلم بيتناول تفاصيل الجراح المغروزا في حياتنا من عنف وتطرف وأرهاب وغيرها. وأيضا الفيلم بيؤكد هذه الممارسات اللي ساهم الإعلام وبعض أجهزة الدولة في انتشارها، كما أن الفيلم تعرض للممارسات الذي تقع ما بين الحلم المجرد للإنسان العادي وبين الواقع الملوث والذي يحيطه. فالمساحة المسموح بها للإنسان الحالم بالغد الأفضل له تلزمه بأنه يتأقلم عليها ويعيشها كما هي، وعليه أن يدرك مدى صلابة الأرض الذي يقف عليها، ويعرف أيضا قواعد اللعبة وقوانينها، والتي هو طرف فيها سواء شاء أو لم يشاء. وعليه أن يكون على دراية كبيرة بهذه اللعبة وقواعدها، حيث لا يكفي أن يدعي بمعرفتها فقط، لأنها ممكن تتحول الأرض التي يقف عليها كحفرة كبيرة يقع فيها، وحتى ليجد نفسه مجبرا على مواجهة تلك القواعد والقوانين، والتي بالطبع سيقف عاجزا أمامه. وفي فيلم الهروب الذي أنتج عام 1992 نحن أمام نموذجين من المجتمع. فالأول هو منتصر أحمد زكي، والذي أجبرته الظروف المحيطة به على ارتكاب أكثر من جريمة، ويحاول الهروب من هذه الظروف الصعبة. طب لو النوم عكسك ابقى تعالى اشرب كوبايه شاي، العيال هتنام. أما الثاني فهو ضابط المباحث سالم عبد العزيز مخيون، وهو النقيض لشخصية منتصر والمكلف بالقبض عليه، مع أنه صديق طفولته وصباه وشبابه. هذا الضابط الذي وجد نفسه أيضا طرفا في لعبة قذرة فوق مستوى إرادته ومعرفته. هذان النمطان لم يكونا على دراية كافية بقوانين اللعبة كما ذكرنا، لذا كان مصيرهما الهلاك في نهاية الفيلم. ويحكي فيلم الهروب عن منتصر الشاب الصعيدي الذي هجر قريته إلى القاهرة سعيا وراء حلم زائف، يعمل في أحد المكاتب المشبوهة لتسفير العمالة المصرية إلى الدول العربية، وهو يعلم مسبقا أن مدير المكتب يقوم بتزوير تأشيرات الدخول وعقود العمل، بل إن منتصر نفسه يشارك في ذلك باعتباره لا يجرؤ على الاعتراض، إلا أنه ذات مرة يعترض لأسباب خاصة، فهو يكتشف بأن مدير المكتب يغازل بنت عمه وخطيبته التي عقد قرانه عليها، كما أن العمال المسافرين هذه المرة هم أبناء قريته، فهو يعلم ماذا باعوا من ممتلكات لكي يتحقق سفرهم وحلمهم بالغد الأفضل، وتصل المواجهة بين منتصر ومدير المكتب إلى التهديد. صدق بالله لو حصلت خيانة ما هرحمك طول عمري يا مدحت. فيدبر فوزي يوسف مدير مكتب تزوير التأشيرات مكيدة لمنتصر للتخلص من تهديده، حيث يوشي به للشرطة بعد أن يضع قطعة من المخدرات في غرفته التي يسكنها بسطح إحدى العمارات ليقبض عليه ويسجن ظلما. وتتعرف زينب على زبونة مكتب السفريات نجوان ليلى شعير، ناظرة المدرسة التي تستغل وظيفتها للإيقاع بالمدرسات للعمل في تركيا بمجال الرقص والدعارة. وسافرت زينب هاربة من أهلها وزوجها المسجون، واستفحى الأمر مدحت وأصبح من رجال الاقتصاد وعلى صلة برجال الحكومة المهمين ورجال الأعمال الفاسدين وتجار العملة. وطلب منتصر من أهله ترك مدحت في حاله حتى يخرج من سجنه وينتقم منه بمعرفته. وخرج منتصر من السجن واقتحم فيلا مدحت وقتله بعد أن علم منه أن نجوان ليلى شعير ساعدت زوجته زينب على السفر إلى تركيا، وتوجه إلى فرح ابن عمه قناوي أبو إسماعيل محمد هنيدي ليرقص فرحا بالانتقام مع راقصة الفرح صباح هالة صدقي،
ثم يصحب الراقصة لبيتها ليقضي معها ليلته، فهي المكان الوحيد الذي يلجأ إليه منتصر بعد كل مطاردة، وهي أيضا تعبر بشكل صارخ على أن منتصر يبحث عن الحب والحنان المفتقد لديه، كما أنها تأكيد على أن المشاعر الإنسانية قادرة على التواصل حتى بدون كلمات، حيث إن الاثنان لم يتعرفا على اسميهما إلا في اللقاء الأخير. وتوجه منتصر للمدرسة التي تعمل بها. نجوان ناظرة ليعرف عنوان زوجته، وبعد أن حصل على العنوان حاولت نجوان الاستغاثة بعمال المدرسة، فدفعها منتصر لتسقط على رأسها وتلقى مصرعها ويهرب منتصر مرة أخرى. ومن أجل السفر للخارج اتصل منتصر بتاجر العملة فريد عزت وطالبه بالمبلغ الذي تركه عنده قبل دخوله السجن، وواعده فريد باللقاء في محطة المترو، وأبلغ البوليس، ولكن منتصر حاول أن يحتمي خلف فريد مهددا بقتله، ولكن فريد سقط تحت عجلات المترو لتصبح الجريمة الثالثة، ولأن الثلاثة الذين قتلهم منتصر فاسدون، فقد تعاطف الجميع مع أخبار منتصر، وتطلب الإدارة الشرطية بالقاهرة من الرائد سالم عبد الرازق عبد العزيز مخيون رئيس مباحث الحاجر سرعة القبض على منتصر، ولأن سالم بلديات منتصر ورفيق صباه فقد قبض على أمه وأخيه، ليضطر منتصر لتسليم نفسه، ويظل سالم ومنتصر ألعوبة في يد قيادات الشرطة حسب الظروف لإعادته لمحبسه وهروبه بمعرفة قيادات الشرطة. وعندما يهرب مرة أخرى يتابع منتصر العيش مع الراقصة صباح التي أخلصت في حبها على عكس بنت عمه الخائنة. هنا يتحول الفيلم تحولا واعيا في الرؤية والمعالجة، وذلك بعد أن يخرج منتصر من السجن ويبدأ رحلته بالانتقام. ربما نجد في شخصية منتصر ملامح من شخصية سعيد مهران بطل فيلم اللص والكلاب، إلا أن كاتب السيناريو مصطفى محرم يضيف إلى شخصية فيلمه وقائع معاصرة حقيقية عن القاتل الذي استطاع أن يهرب من المحكمة قبل صدور الحكم ضده. وقد كان من الممكن أن تسود الفيلم حوادث الانتقام كما في اللص والكلاب، إلا أن الفيلم يحطم القيود ليتطرق لعدة قضايا تضع المتفرج في مواجهة لمناطق جديدة وبشكل جريء، فهو مثلا يتحدث عما يجري داخل جهاز الأمن حيث الانقسام وتباين وجهات النظر بين تياراتها أو المدارس المختلفة فيها، والتي يعبر فيها عن الطابطان عبد العزيز مخيون والذي يتنازعه الإحساس بالواجب وتجاه بلدياته، بينما نجد محمد وفيق نموذج للطابط الانتهازي الذي يكون على استعداد للتخلي عن القيم والمبادئ لتحقيق أهدافه. كما يتطرق السيناريو إلى رد فعل جهاز الإعلام وتواطؤه مع جهاز الأمن في التهليل لحوادث منتصر وتضخيمها وجعله أسطورة إجرامية، ثم الحديث عن كفاءة أجهزة الأمن في القبض على منتصر. كل ذلك محاولة لشق وتفريق الرأي العام وتغيير اتجاهه عن قضايا أكثر أهمية، مثل ذلك الفساد الذي يستشري حولهم. ونصل إلى الحدث الأخير لينتهي الفيلم بطلقات الرصاص التي تنهي حياة الاثنان معا، منتصر الهارب من العدالة وسالم ضابط الشرطة الباحث عن العدالة. نحن أمام فيلم قدم مستوى فني جيد يصل به مخرجه عاطف الطيب إلى درجة كبيرة من الإتقان، حيث نجح في إدارة فريقه الفني من فنانين وفنيين. وفي نهاية التحليل لفيلم الهروب نذكركم بألا تنسونا بالدعم للقناة من تعليقات نحب أن نقرأها منكم لنتعرف على ميلوكم لنوعية الأفلام المفضلة. وقبل أن نختم معكم اللقاء الذي نتمنى أن يسعدكم، لا تنسوا
كثرة الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.